حذر الأمين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور الحكومة العراقية من التدخل في الشأن السوري الذي من شأنه أن تنعكس عواقبه سلبا على الواقع العراقي. وقال بيان أورده المكتب الإعلامي للحركة بأن قبائل سورية تقطن بالقرب من الحدود العراقية من جهة منطقة ربيعة أطلقت نداء مناشدة للشيخ الياور للتدخل لدى الحكومة العراقية لمنع القصف الذي يقوم به الجيش العراقي لمدنهم وقراهم. وأضاف البيان بأن الشيخ الياور طالب الحكومة المركزية والجيش العراقي بالكف عن قصف المناطق السورية، معربا عن استغرابه لقيام بعض الوحدات من الجيش العراقي المتمركزة على الحدود مع سوريا بإطلاق قذائفها باتجاه المدن السورية، مشيرا أن النزاع الدائر في سوريا شأن داخلي والجيش العراقي ليس طرفا فيه، موضحا بأن بعض القناصين من أفراد الجيش العراقي المتحصنين فوق سطوح المباني قاموا أيضا بإطلاق النار باتجاه المدن السورية المحاذية للحدود العراقية، مما أدى إلى إصابة قرابة 20 مواطن سوري بين قتيل وجريح، لافتا إلى أنه في الوقت الذي نرفض فيه تدخل دول الجوار في الشأن العراقي فإننا نرفض تدخل القوات المسلحة العراقية في الشأن السوري، مطالبا قطاعات الجيش العراقي المتمركزة على الحدود مع سوريا بعدم استفزاز القبائل العربية بمثل هذه الأفعال والعودة إلى ثكناتها داخل الحدود العراقية والابتعاد عن زج أبناء العراق في معركة ستفتح لهم أبوابا للصراع هم في غنى عنها، موضحا بأن الجيش العراقي وعبر تاريخه كان عامل خير للشعب العراقي ومساندا للشعوب العربية في قضاياها، داعيا القبائل العربية في سوريا والعراق إلى التحلي بمزيد من ضبط النفس، مؤكدا دعمه ووقوفه إلى جانبهم وعدم التخلي عنهم.